التعليم في تونس بين الواقع والآفاق ملف طرحته جمعية تواصل خلال ندوة أرادت من خلالها أن تبرز مدى فاعلية المجتمع المدني في إصلاح المنظومة التربوية في مستوياته المختلفة. نحن في نطاق ندوة عنوناها التعليم في تونس بين الواقع والآفاق. حاولنا من خلالها تحسيس بأهمية التعليم في تونس وأهمية الإصلاح التربوي في نطاق المنظومة التربوية والاجتماعية والسياسية، خاصة أن الإصلاح التربوي هو بصدد الإنجاز في نطاق الوزارة والمجتمع المدني. نحن باعتبارنا جمعية هو أول المتدخلين في رأيي في إصلاح المنظومة التربوية التي أفسدها النظام السابق يعني في شتى المجالات. مشاغل وهواجس تربوية متعددة أبرزها مسألة القطيعة بين المستوى التعليمي والتربوي، نقطة أثرها أحد المشاركين في هذه الندوة. اعتقدنا لفترة طويلة بالنسبة للمشاغل أو الهواجس التربوية اليوم متعددة من ناحية ما برز من قطيعة، مثلا من ناحية بين منظومة التربية ومنظومة التشغيل، هذا هاجس أول، والثورة كشفت عن هذا. عدد خريجي التعليم التونسي المحالين على البطالة الإجبارية أنشأنا عدد كبير جدا، وهذا يبين هذه القطيعة الأولى. القطيعة الثانية هي قطيعة بين المستوى التعليمي والتربوي. مدرستنا للأسف جنحت إلى المستوى التعليمي، غلبت المواد التعليمية على حساب المواد التربوية، ونجم عن ذلك حدوث سلوكات لم نكن نتوقعها: العنف، المخدرات، المسكرات، غيرها. رهانة الإصلاح التربوي تقوم بالأساس على تطوير أداء المؤسسة التربوية لعملها، وتنجز عملية الإصلاح في إطارين. عملية الإصلاح الحقيقية اليوم تنجز عندما يعيد المجتمع ترتيب علاقته بالدولة، بمعنى ثمة عقد اليوم من الضروري أن يبنى بين المجتمع والدولة. داخل هذا العقد يمكن أن نجيب عن الإصلاح التربوي، من ينجزه وكيفية إنجازه، ولكن على الأقل أقول الإصلاح التربوي اليوم هو جهد مجتمعي. الجميع من الضروري ومن الواجب على الجميع اليوم أن يشارك في هذا الإصلاح بتقديم تصوراته أطروحاته وبتفكير عميق حول تمويل هذا الإصلاح. إصلاح المنظومة التربوية في تونس رهين رؤية اشتراكية بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية، تضبط من خلالها استراتيجية وطنية للتربية تتلائم وحاجيات المجتمع التونسي. مشاكل عدة تواجهها المنظومة التربوية في تونس، منظومة ساهم في تدشينها النظام السابق، وها قد جاء الوقت المناسب لوضع اليد في اليد قصد صنع جيل المستقبل. هلا بن جمعة، قناة المتوسط، من داخل مركز الفاضل بن عاشور للثقافة والفنون.